لما ولادنا بيبنوا بلدنا، عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيهم روح وعزيمة وتحدي. لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير، عايز يدي بإيده يصنع، أصل دي مصر وخيرها كتير. نبدأ بس الأول وإحنا هنبقى معاك من كل مكان، قوم ونحدى ظروفك يلا، لازم تبقى ابن الجدعان، لازم تبقى ابن الجدعان، لازم تبقى ابن الجدعان. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده زي ما عودناكم كل اسبوع عندنا رحله طويله ومهمه مع جدعان بلدنا، ولكن خلوني قبل ما ابدا رحلتنا النهارده اكلمكم عن مركز رشيد، وما اجمل هذا المكان البديع. مركز رشيد يشتهر بزراعات الجوافه والموالح والليمون، بل هي المصدر الرئيسي لمحصول الجوافه لكل انحاء الجمهوريه، وايضا لكل الشركات التي تصدر الجوافه المصريه الى خارج القطر المصري. هذه المناطق تتضرر حالياً بشدة، حوالي 50,000 فدان لا تجد المياه في قرى مركز رشيد. احنا بنتكلم في قرى تفتيش إدفينة، في قرى الساحل، في قرى البوصيلي وغيرها، كلها تعاني نقص المياه. يعني حالياً الأشجار تجف والثمار تتساقط، والسبب هي قناطر إدفينة. وزارة الموارد المائية والري في إطار استعداداتها لفيضان نهر النيل قامت بفتح 46 عين من قناطر إدفينة من إجمالي 48 عين داخل هذه القناطر، وبالتالي انخفض منسوب المياه داخل نهر النيل فرع رشيد. ولأن مركز رشيد يقع في نهاية فرع رشيد فرع نهر النيل، لا تصل المياه إلى الترع التي تضخ مياه الري إلى كل قرى مركز رشيد. إذن هناك أزمة في توفير مياه الري بسبب فتح عيون قناطر إدفينة، ويجب على الفور اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ 50,000 فدان هي مصدر الجوافة والموالح والليمون للسوق المحلي والتصدير. ده نداء من أهلنا في مركز رشيد بالبحيرة، 50,000 فدان مزروعة بالجوافة والموالح والليمون مش لاقية مياه للري، وبالتالي الأشجار تتساقط وآلاف الأسر تتعرض للخطر الشديد. مطلوب من وزارة الموارد المائية والري سرعة التحرك وإدراك هذا الخطأ. دي قضية مهمة جدا. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان. تشاهدون في حلقة اليوم فريق الجدعان يناقش خبير التسويق وإدارة المصانع الدكتور أحمد عبد الحي رئيس شركة الصعيد لصناعة المواد الغذائية في أسس وقواعد التسويق للمنتجات واختراق الأسواق محلياً ودولياً والفوز بثقة وولاء المستهلك للمنتج. فريق الجدعان في أرض السمسم الخارق بمحافظة المنوفية، والذي نجح المزارع شعبان عبد الرحيم في زراعته لأول مرة بنظم الزراعة الحيوية، محققاً نتائج مذهلة حيث تجاوز طول النباتات 2 مترين ومكدسة بكبسولات السمسم، مما يبشر بتحقيق أعلى إنتاجية في تاريخ زراعة السمسم في مصر. دلوقتي هنقابل الدكتور أحمد عبد الحي رئيس شركة الصعيد لصناعة المواد الغذائية. مش هنقابله بصفته الرئيس التنفيذي لهذه الشركة الصناعية الكبرى المتخصصة في إنتاج الخضر والفاكهة المجمدة، ولكن هنقابله بصفته أحد خبراء التسويق. خليكم معنا. شركات كتير في مصر استثماراتها ضخمة، ورغم كده بتواجه مشكلات كبيرة في اختراق السوق المحلي أو العالمي بمنتجاتها، وبتفشل في كسب ولاء المستهلك لمنتجاتها، وحتى تسعير منتجاتها بيكون غلط، والغلط ده بيستمر لفترات طويلة، ولو ما انتبهتش ممكن تنهار فعلا. أصل المبيعات وقتها بتكون تقريبا صفر. من هنا كنا لازم نقابل الدكتور أحمد عبد الحي الرئيس التنفيذي لشركة الصعيد لصناعة المواد الغذائية المنتجة للخضار والفاكهة المجمدة شهرزاد، لأنه واحد من أهم خبراء التسويق في مصر والعالم العربي، وكفاية نجاحه في قيادة شركة الصعيد لتجاوز خسائر بلغت
70 مليون جنيه، وتحقيق مبيعات تجاوزت 300 مليون جنيه، والتصدير ل 25 دولة، وكل ده في أقل من 18 شهر. وخلي بالكم، الدكتور أحمد عبد الحي طبيب بيطري من أسرة بسيطة من سوهاج، وطول عمره متفوق وبيعشق علوم الإدارة، وعشان كده اتجه لدراستها، وفعلا نجح في الحصول على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ماستريخت في هولندا، والدكتوراه في استراتيجيات الأعمال من جامعة أكسفورد في إنجلترا، ودبلوم في إدارة المصانع من جامعة أكسفورد، ودبلوم إمداد وتموين من جامعة كامبريدج في لندن. خلينا نبدأ دكتور من البداية. إزاي أخترق سوق؟ أدخل بمنتج أنا صارف عليه، جايب له معدات من كل العالم، ومكلف مصنعي وعامل منتج بجودة عالية جدا. طب إزاي ده ما ينجحش؟ التخطيط هو جزء أساسي من عملية التسويق، تمام؟ فأنا النهاردة لما باجي أعمل أي منتج في الدنيا لازم إن أنا الأول بدرس السوق اللي أنا بعمل له هذا المنتج، بعد كده بطور هذا الاحتياج للعصر. بمعنى إن زمان كانت محتاجة القلة عشان تشرب، تمام؟ فكان الراجل اللي بيصنع القلة هو ده راجل صحيح. تمام. ما يحدث إن إحنا بننتج اللي إحنا عايزين ننتجه، وبعد كده نروح نقول للناس هنبيعه ازاي. فبتبقى تمالي هي دي مشكلة أنا مش محتاج ده. أنا ما عنديش احتياج لحاجة حضرتك عملتها. إيه اللي يخليني أروح هجيبها على هيئة تجربة مرة، لكن مش هكمل فيها. فبالتالي النهاردة عملية خلط قدرتي على الإنتاج تمام بقدرتي على التسويق ده أمر خطر. طب أنا أنتجت منتج، أنا شايف إن في السوق في كذا منتج مثيل ليه وعاملين نجاح كبير جدا، أدخل أنافس إزاي؟ أخترق الناس دي إزاي؟ أكبر مشكلة حاصلة عندنا في مصر إن الناس كلها بتعمل وبعدين تفكر. تمام. مش بيقعد الأول يخطط، والله أنا عايز أنتج منتج كذا، المنتج ده هخاطب بيه أي شريحة من الناس، هخاطب بيه شريحة A+ ولا الA ولا الB+ ولا الC، هخاطب بيه المنتج المحلي ولا هخاطب بيه التصدير بس. طب ولو هخاطب التصدير هخاطب أسواق إيه؟ طب يا ترى المنافسين بتوعي هناك شكلهم إيه؟ طب يا ترى الباكجينج أو التغليف شكله إيه؟ طب يا ترى الوزن قد إيه؟ طب يا ترى النسب اللي موجودة جواه قد إيه؟ الحاجات دي كلها لازم بتصممها الأول قبل ما تفكر إن أنت تروح تشتري المكنة اللي هتعمل المنتج. ثانيا، مراعاة قواعد التسعير والتسويق المتعارف عليها عالميا. المستهلك في جميع الأحوال، تمام، على الرغم أنه الملك لكنه الملك الحبيس، لأن كل دول بيشتغلوا عشان يخدموه. صحيح. عشان هو اللي بيدفع. فإذا أجبرت هذا الملك إن هو قدامه خيار من الاتنين، لا إما إنه يشتري حاجة أوفر برايست أو مغالى في سعرها، تمام، لا إما إنه يشتري حاجة جودة أقل، لا إما إنه يشتري حاجة مش مخدومة، خدمة ما بعد البيع ملهاش وجود. أنا حبست عندي ملك بس أنا حبسه في قفص، وطول الوقت بيعاقبك إزاي؟ كل ما يجي منتج أجنبي يروح له ويسيبك. في اللحظة اللي الدولة هتبطل فيها إنها تحاول إنها تقلل فجوة الاستيراد وتعمل الإجراءات الاقتصادية وإجراءات البنك المركزي لتقليل الاستيراد بالضغط على إن إحنا لو سيبنا الدنيا مفتوحة، المستهلك هيعاقب كل من يعمل في مصر. طب إيه القواعد اللي المفروض أتبعها وأنا بسعر منتج؟ يعني أسعره على أي أساس؟ هل التكلفة وهامش ربح مثلا 10%؟ طريقة التسعير ليها أكتر من طريقة في العالم، بس خلينا نقول الأكثر الطرق استخداما بتعتمد على دراسة البيئة الخارجية اللي هي أسعار المنافسين، تمام، الميزة التنافسية في المنتج ده عن الباقيين قد إيه. الجزء التاني الجزء الداخلي يعني إيه؟ يعني أنا تكلفتي قد إيه، تمام، وبشتري الخامات بكام، والتكلفة الداخلية بتاعتي اللي تسمح لي بالاستمرار قد إيه، وكام منها تكلفة متغيرة وكام منها تكلفة ثابتة. لأن كلما كانت التكلفة المتغيرة، تمام، هي العنصر الأكبر في مكونات التكلفة عندي، كل ما كان أملي في المستقبل إن أنا ممكن النهاردة أبقى خسران وبكرة أبقى على نقطة التعادل وبعده أبقى بكسب، بناء على إن أنا مش سعري بيزيد عشان ما أعملش تضخم في السوق.
انا بكسب بسبب عدد الوحدات المنتجه. طب هل النهارده تقدر تطبق هذه المعادله تمام بان ايا كان تكلفتك؟ لا، انت محتاج توصل الحته اللي كنا بنتكلم فيها بقى. حضرتك عايز تعرف الاول الزبون عايز ايه، الملك عايز ايه. تمام، هو عايز ايه؟ عايز جوده ايه، عايز وزن ايه، عايز سعر ايه. انت ممكن تستخدم في التصنيع احلال لكل الناس اللي موجوده بمكن، لكن التسويق لا، لازم بشر. التسويق هو فن. انا لا اتخيل ان ممكن ان انا اجيب مكنه تحل محل عادل امام. دايما حضرتك بتطالب بوجود وزاره للتسويق، كتير جدا بتتكلم في الموضوع ده. دي هتبقى مهمتها ايه؟ مش كده دي هتبقى بديله لوزاره التخطيط وبديله للمجالس التصديرية، بديله لوزاره التجاره؟ خلينا نقول انها هتبقى الدماغ بتاع كل دول. تمام، الدماغ في العالم كله حاليا على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاستثماري على مستوى التصنيع على مستوى كل حاجه في الدنيا هو الماركتينج. الماركتينج ما هوش اعلان في الشارع، الماركتينج ما هوش ميديا في التلفزيون. النهارده الماركتينج هو اللي بيجي بيتفق في اي حته في الدنيا مع الناس بتوع الاتش ار اللي هي وزاره القوى العامله عندنا. لو جينا نتكلم على شكل الحكومه، احتياجات السوق المحلي ايه من الوظائف، فوزاره القوى العامله والماركتينج وزاره التسويق تتفق مع وزاره التعليم العالي وزاره التعليم المتوسط. محتاجين الفئات دي، محتاجين يبقى عندنا كذا وكذا، وعايزين عمال بيفهموا في كذا، وعايزين الكلام ده محتاج غطاء سياسي. والله مشكله الناس عندنا في مصر ان هو عايز يبقى على البادج بتاع القميص بتاعه ان هو معاه بكالوريوس. والله هعمل له بكالوريوس 3 سنين ويطلع فني. مين اللي حرك كل هذه الامور؟ الراجل بتاع التسويق بتاع البلد اللي عارف ايه اللي موجود تحت ايده في البلد. احنا محتاجين نسوق بني ادمين، محتاج ان انا يبقى عندي عماله ووظائف وناس شاطره تمام، ابدا اصدرهم لدول العالم، اعمل بيهم جلب العمله من الخارج عن طريق ان هم يشتغلوا، واحسن مستوى دخل الناس. تمام، انا عايز ان في حد يجي وينشط الامور دي. بالمناسبة الدكتور أحمد عبد الحي بدأ حياته العملية بشكل حقيقي في شركات الأدوية الأمريكية العالمية بلوس أنجلوس، وفي سنة 1997 اتغير مساره تماماً لقطاع الصناعات الغذائية بعد التحاقه بالشركة عالمية في لندن واختياره رجل العام في الشركة على مستوى العالم. وبعدها انضم لمجموعة شهيرة عالمياً في الصناعات الغذائية وأدار 4 شركات كانت بتتعرض لخسائر ضخمة. وفي فبراير 2019 رشحه البنك الأهلي المصري لتولي رئاسة شركة الصعيد لصناعة المواد الغذائية. لما بروح أي معرض في العالم في شركات مصرية مشاركة، بتلاقي مثلا المعرض ده 100 شركة مثلا زي جلف فود مثلا السنة دي. طيب ال100 شركة دول منهم 80 شركة أنا منتجاتها معرفهاش ومش موجودة في السوق المحلي. طب أنتوا بتنتجوا لمين؟ ده كله تصدير للخارج طبعا. طيب لما حصلت أزمة الكورونا ودي كارثة على كثير من الصناعات منها الصناعات الغذائية، هل كان ممكن نحول الكارثة دي لفرصة؟ هل كان ممكن الناس دي تقدر تدخل السوق المحلي؟ هل ممكن ينولوا ولاء العميل اللي هو الملك داخل السوق المصري؟ يعني 100 مليون مصري يعرفوا المنتج ده، هل ده سهل؟ ده طبعا وارد في بعض الامور وغير وارد في امور اخرى. بمعنى لو ان احنا بنفترض مثلا ان كان من هذه الشركات شركه بتنتج المانجا المخلله، هل المصريين بياكلوا مانجا مخلله؟ التجربه مره كده وبعد كده ما يجربوش تاني. النهارده بقى هو ده بقى الري انجينير اللي بقول لحضرتك عليه، اللي هو ايه؟ طب هو الراجل ده اكيد فقد جزء كبير من الماركت بتاعه هناك، بس هو عنده مكن. طب ما هو نفس هذا الشخص ب 80% من المعدات اللي عنده، ولو احتاج 20% زياده تمام هيقدر في التوقيت الحالي ان هو يعملها. يقدر يحول نشاط الشركه الى نفس المنتج الاساسي اللي هو بتاعه بس بالفليفر او بالطعم المطلوب في مصر. طب انا عندي منتج وبدخل بالسوق العالمي، خضار، حلويات، كل المنتجات، عصاير. طب عايز ادخل السوق المحلي، ادخله ازاي وانا بقالي مثلا 20 سنه بصدر ومحدش يعرف عني حاجه في السوق المحلي؟ يعني انا هبقى مستغرب نفسي والناس لاول مره تتعرف عليها في السوق المحلي بتاعي، السوق المصري. ما هي دي شويه مشكله طبعا.
لان هو الناس عندها انا قلت قبل كده عشان تعرف الشعب المصري بمنتج انت محتاج من 10 ل 15 مليون جنيه عشان تعمل حمله دعايه ليه. مش لازم. طب احلها ازاي؟ تمام. هو السؤال، هو ليه راح الاول للتصدير وما اشتغلش في السوق المحلي؟ التصدير فلوسه احسن، مش شايل عبء خلاص التسويق والتوزيع والسوبر ماركت في مصر وما يحدث في سلاسل السوبر ماركت في مصر، والتصدير الكرتونه بتخرج خلاص ما ملوش علاقه بيها. كويس قوي. الكلام ده استمر معاه كام سنه؟ 20 سنه. يبقى يستحق النهارده ان هو يقفل. ليه بقى؟ لانه لازم يعاقب، انه ما نزلش السوق المحلي؟ لان هو لم يستثمر. هو هنا الفرق، هل هو تاجر ام مستثمر؟ هو مستثمر، راجل صناعي. لا، هو مش مستثمر، هو راجل اختار الطريق السهل. تمام. لان هو شاف احتياج سوق من الاسواق او سوقين من الاسواق او 3 اسواق من الاسواق، وعمل لهم بعض المنتجات، واعتمد على ان هو طول الوقت بيبيع لهم هذه المنتجات وهو ما يعرفش اي حاجه عن المساله. على فكره ده موديول ينجح جدا 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 في الاول. بعد كده المفروض نعمل ايه؟ نعمل حاجه اسمها الباكورد انتجريشن. خلاص، على فكره انا دي كان عندي ازمه ماليه، تمام، لوقت معين عملت فيه الموضوع ده عشان احل الازمه الماليه، بس انا عايز اكمل استراتيجيكالي او على المستوى الاستراتيجي في هذه الصناعه. فالمفروض ان انا خلاص بدات الازمه الماليه بتاعتي بعد اول سنه، اول سنتين، اول 3 تتحل، ابدا افكر بشكل في استراتيجيات بقى عشان استحق اكون اسمي مستثمر. يعني الاساس ان انا انزل السوق المحلي برضه. هو قمه العالميه تنبع من قمه المحليه كتير جدا، وخصوصا في قطاع الصناعات الغذائيه والله، وتتكرر في العديد من الصناعات، ان مثلا واحد يحدد سعر منتج وينزل السوق، فجاه يلاقي المنتج بتاعه ما بيتباعش، يسحب من السوق، يبدا ينزل باقل جنيه 2 3 10، يبدا ينزل لسعر اقل لغايه لما يوصل لسعر يقدر ان هو يبقى مقبول في السوق المصري. هل ده خطأ تسعير؟ هل ده خطأ من عنده؟ هل ده قوة شرائية ضعيفة؟ عايز افهم، لان ده بيتكرر وتكرر قدامي كتير جدا في المصانع، مش عارف يحدد سعر المستهلك يقبله. طيب حضرتك المسألة ديت هم يعني علمونا زمان ان في نوعين من المنتجات او سياستين للتسعير. سياسة اسمها differential product او سياسة ان انا مختلف. تمام. ودي بتعتمد، ممكن اقول اسم حاجة في البرنامج؟ اتفضل. هو ليه احنا بنروح نشتري الايفون بسعر مختلف عن بقية الموبايلز؟ ليه بنشتري المون بلو كقلم بسعر مختلف عن الباركر؟ تمام. هو من الاول الراجل اللي صمم الشركة دي من اول يوم هو حط نفسه في بوزيشن او في موقع تسويقي تمام مختلف، يتطلب فيه سعر مختلف بكميات بيع مختلفة. يعني لو الباركر بيبيع في اليوم 10 مليون قلم، المون بلو بيبيع في اليوم 2000 قلم. تمام. بس ال 2000 دول سعر ال 10 دول. بس هو مصمم نفسه من الاول على ده. انا مشكلتي ان انا وانا بشتغل الناس عندنا عايز يصمم نفسه بسعر المون بلو ويبيع بطريقة الباركر ويدفع مرتبات بطريقة الراجل الخولي بتاع الجنينة اللي بيدي للناس حتة جبنة قريش ويأكلهم بيها. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. عشان كده بقول لحضرتك في خطأ في التصميم. هو ده كل ده اللي بقوله معاليك ده، هو ده التصميم اللي احنا بنتكلم، تصميم الشركة. تمام. فالنهارده العناصر بتاعتي لازم تبقى كاملة. ولاء الملك ازاي اضمنه لفترات طويلة مع منتج اللي هو المستهلك؟ حضرتك اللي سميته الملك مش انا، انت اللي سميته الملك. مظبوط. ازاي نضمن ولاءه؟ يعني ولاء المستهلك ده مصطلح شهير جدا في علم الماركتنج او علم التسويق. مظبوط. ازاي نضمن ثباته على منتج لفترة طويلة جدا ما يتعرضش المنتج لاهتزاز؟ الرايت كواليتي، الجودة الصحيحة، ورايت برايس السعر الصحيح، ورايت افيلابيليتي التواجد الصحيح في الاماكن اللي هو ما ينفعش ان انا انزل ادور على نوع شاي بحبه الف البلد كلها عشان مش لاقيه. الاقيه في الكشك، الاقيه في السوبر، الاقيه في الهايبر. تمام. صحيح. الابجريد، التطور. يعني النهارده احنا اول ما شربنا حاجه ساقعه كلنا شربنا حاجه ساقعه واحده نوع واحد. النهارده بقى فيه
كذا نوع. يبقى اذا ما ينفعش ان انا اجي النهارده على نوع وقف عند جموده، تمام، واقول الله الناس سابته ليه. السوق العالمي اسعر له ازاي؟ هل سعر عالمي معروف ولا اتفاق جنتلمان مع العميل بتاعي بره؟ اعمل ايه؟ هو ده في نوعين. انا عملت منتج وهبدا اصدره. في نوعين. اكتشف ازاي وبيضحك عليا وما بيضحكش عليا بره. لا، ما هو احنا في نوعين في المسائل. في بيزنس او اعمال تدار باسعار البورصه العالميه. ده متعرف عليه. فده بعد كده عندنا بقى البيزنس العادي اللي احنا بنشتغله. وده في طريقتين للتصدير، تمام. طريقه اسمها اداره الاسواق، وطريقه اسمها التصدير الى الاسواق. ما يحدث من مصر ومن معظم الدول العربيه لجميع الاسواق ان احنا نصدر للاسواق. طبعا احنا ده بيعمل عندك مشكله دلوقتي في مصر، ان من لا يدير اسواقه هو خلاص بقى تحت رحمه مين؟ الوكيل او التاجر اللي موجود هناك، لان هو ما يعرفش حاجه عن السوق. فهيجي يقول له والله انا سعري لازم يبقى كذا. طب مش ده المفروض دور المستشار التجاري بتاع سفاره مصر اللي عامل بحث السوق، وانا كمصنع مصر لما اروح له هناك هو اللي يفيدني بكل المعلومات دي؟ قطعا احنا لو جينا تكلفه شركه عشان تعمل لي البحوث يا دكتور ده تبقى مكلفه جدا في المانيا ولا في فرنسا. والله هو مين يتحمل؟ لا، هي يعني خلينا نقول حتتين. الجزء الاول ان الحصول على هذه المعلومات لا يتطلب في اي دوله اكتر من زياره من مدير تسويق محترف مع مدير تصدير محترف لهذه الدوله لمده اسبوع او 10 ايام، مرتين 3 في السنه. تمام. اما بقى احنا لو جينا نتكلم عن دور وزاره الخارجيه في هذا الامر، فدي مساله هم تابعين لوزاره التجاره، مش الشرط التجاري تابع وزاره التجاره. تمام. هنا انا النهارده المفروض ان انا عندي دراع في كل دوله. صحيح. والدراع ده ممتد من السفاره للقنصليات لكل حته موجود. صحيح. استخدام الناس دي هيتم ازاي؟ هو ده برضو من ضمن اللي انا كنت حاطه وانا بتكلم على وزاره التسويق. تمام. لان هؤلاء الناس هم عباره عن اذرع لجمع المعلومات، تمام، مع اذرع لتنفيذ الخطط التسويقيه في البلاد. فالنهارده لا، على فكره كل اللي احنا بنقوله ده ممكن يكون شكله ان هو غلس ووحش، تمام، بس في واقع الامر ده معناها ان احنا عندنا كل هذه الفرص. انا شايفها بقى العكس. انا شايف ان كل هذه الامور اللي احنا قاعدين نقول عليها انها وحشه وناقصه و مجرد ان احنا تو فولفيلت نملى الفراغات بتاعتها ونكملها، ان احنا نتنقل نقله تانية خالص. اخيرا التسويق فن وليه قواعد حاكمه للجميع. اصل الموضوع 1+1=2، يعني ما فيهوش فزلكه. واي منتج في العالم لو اتبعنا القواعد السليمه للتسويق اكيد هينجح. تشاهدون بعد الفاصل فريق الجدعان في أرض السمسم الخارق بمحافظة المنوفية، والذي نجح المزارع شعبان عبد الرحيم في زراعته لأول مرة بنظم الزراعة الحيوية، محققا نتائج مذهلة حيث تجاوز طول النباتات 2 متر، ومكدسة بكبسولات السمسم، مما يبشر بتحقيق أعلى إنتاجية في تاريخ زراعة السمسم في مصر. دلوقتي هتشوفوا معانا في محافظة المنوفية سمسم عجيب فعلا. طول أشجاره لا يقل عن 2 متر، والشجرة الواحدة فيها 15 فرع، وكل فرع يحمل عدد ضخم من الكبسولات التي تنتج السمسم، عدد لا يحصى. هذه الأشجار ستنتج ما لا يقل عن 6 أردب سمسم في الفدان الواحد، والأرض في شبين الكوم لمن يريد أن يتحقق. خليكم معنا. بصراحة ما شفتهاش قبل كده. شجر سمسم مزروع في مصر طوله معدي 2 متر وعامل كمية تفريع غير طبيعية. أما كبسولات السمسم
في عددها رهيب في الشجرة، يعني لما تجف في الأرض ويفرطوا السمسم الإنتاج هيبقى مذهل فعلا. ومش هنقول أرقام، هنسيب اللي زرع السمسم لأول مرة في المنوفية وكمان زراعة حيوية هو اللي يتكلم. اسمه شعبان عبد الرحيم البغدادي، مزارع بسيط عنده 14 فدان تقريبا، وده بحكم الأراضي في الدلتا مساحة محترمة. غيره بيزرع قيراط وقيراطين، وده قدرنا مع التفتيت الرهيب اللي حصل في الأراضي القديمة. خلي بالكم في أوروبا بيحافظوا على الأراضي من التفتيت بدعم أكبر وريث لشراء نصيب العيلة لو كانت عندهم الرغبة في الانفصال وتقسيم الأرض عشان يحافظوا عليها من التفتيت. تقريبا احنا بقينا درس للعالم. المهم شعبان عبد الرحيم البغدادي زرع السمسم ودعمه بالإرشاد والتسميد الحيوي الدكتور محمد فتحي سالم رئيس مركز الزراعة الحيوية بجامعة السادات. وعم شعبان التزم حرفياً، والنتيجة زي ما حضراتكم شايفين، سمسم عجيب. لا ده خارق. تعالوا نقابل الراجل الجدع شعبان عبد الرحيم البغدادي. انت اول واحد يزرع السمسم بتهيألي في وجه بحري، او تحديدا في المنوفيه. ان شاء الله. جمدت قلبك ازاي؟ بشغل الدكتور محمد، اتعرفنا في لقاء معاه على التلفزيون برضه، شفنا زي ما شفنا حضرتك كده، اتعرفنا عليه ورحنا ادانا الدكتور هشام من المقر بتاعهم في جبين، عرفنا على الاستاذ محمد حجازي. تنينا متابعين مع الاستاذ محمد حجازي، ده المهندس اللي في المنطقه. انا محمد حجازي في المنطقه معانا. وتنينا متابعين معاه باشراف الدكتور محمد. جينا لغينا بالنسبه الكيماويات خالص بتاع الجمعيه لغيناه، واشتغلنا تبع السماد الحيوي. وتنينا معاه ماشيين مع الجماعه برضو دول، والصراحه احنا شايفين نتيجه حلوه في التربه معانا بتاع الارض، والارض نفسها اتغيرت كمحاصيل حلوه، كشغل حلو، كانتاج عالي. ما خفتش من زرعه السمسم؟ لا ما بيها خفناش. ايه؟ اسوقها فين؟ ما خفناش. اصل دام احنا جربنا واشتغلنا ما خفناش، لان مش هيجي مهما يخسر مش هيجي زي اللي خسرناه كغله كذره، مش هيجي زي اللي خسرناه منه برضه. كلفك السمسم قد ايه تسميد؟ يعني ترجم لي الكلام ده لفلوس. بالنسبه للسمسم خدنا 6 جراكن للفدانين. 6 جراكن؟ 6 جراكن للفدانين. يعني الفدان 3 جراكن. 3 جراكن. الجركن بكام؟ الجركن ب 275. غطاك بالكامل ال3 جراكن دول؟ غطوك في الفدان؟ غطينه في الفدان. طيب بالكيماوي بقى، مقارنه بالكيماوي كنت بتصرف قد ايه؟ بالنسبه للكيماوي كده احنا وفرنا الاسمده اللي كنا بنجيبها من الجمعيه مرغومين نروح بها ب 12,000 للارض اللي تحت ايدينا، ب 13,000 ونعد وندفع فلوس ونيجي. كده وفرنا الجمله دي. يعني كده بالنسبه كاسمده كشغل ارض جبنا للاحسن. اللي بيتحرك بشكل دايم في قرى المنوفيه لنشر ثقافه الزراعه الحيويه هو المهندس الزراعي الشاب محمد حجازي. هو فعلا مفاجاه لينا لان المزارعين ملتزمين جدا بتعليماته. تعالوا نقابله. السمسم جديد في المنوفيه، وبالانتاجيه دي وبالشكل ده لازم تحكي لي ده اتحقق ازاي؟ الفلاح مش سهل جدا ان انت تقنعه، وفي نفس الوقت مش صعب جدا ان انت تقنعه بحاجه ان هو يغيرها برضه. يعني سهل وصعب في نفس الوقت. سهل في ايه؟ سهل ان انا اوفر له حاجتين 2. اولا البذور اللي يزرع بيها، ثانيا التسويق، وكمان عند التسميد. تمام. فالحاج شعبان كان بدأ معانا من شهر 2 اللي فات، وحقق معانا نتائج كويسه جدا. وبعد ما حقق نتائج، في زراعات ايه؟ كان بدأ معانا السنه اللي فاتت في فاصوليا. وما حقق معانا نتائج كويسه جدا، قال انا عاوز حضرتك تديني برنامج امشي عليه، يعني تقول لي ازرع كذا وانا ازرع. فبعد كده منزلنا السماد البلدي وهو متعالج، اصبح ان انا ما عنديش اي اضرار في الارض. يعني ما عنديش اي اعفان، ما عنديش اي ملوحه، ما عنديش اي نيماتوده، ما فيش اي مشاكل في الماده العضويه اللي انا نزلتها. باشمهندس محمد حجازي، انت بتقول ان الشجره الواحده شايله من 250 ل 300 كبسوله. عشان الناس تصدقنا ممكن نعدها. عم شعبان لو سمحت تعالى عد يا باشا، وريني. عد بالفروع. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 فيها 11 اهي. دي 11 اهي. 12 13 14 15 فرع. ده متوسط الشجره. متوسط الشجره في كام كبسوله بقى؟ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 9 ده المحصول الخارج ده 50. مش مهندس ده كده انت بتتكلم في 750 كبسوله احنا ما بنتكلمش يعني احنا 15. احنا في ارض الواقع اهو، احنا في اي قلب ماشي، بس السمسم. كده انت بتتكلم في 750 كبسوله، ده انتاجيه توصل لقد ايه؟ يعني ان شاء الله يعني نعدي 800 كيلو الفدان، تعدي 7 ارداب نعدي تقريبا. 7 ارداب ان شاء الله. دلوقتي هنقابل الدكتور محمد فتحي سالم رئيس مركز الزراعة الحيوية بجامعة السادات، واللي هيكلمنا عن أهمية التوسع في زراعة السمسم كواحد من أهم المحاصيل الزيتية لمصر. دكتور محمد فتحي سالم رئيس مركز الزراعة الحيوية في جامعة السادات، وتتوالى صدمات الدكتور محمد فتحي سالم. النهارده واقفين في حقل السمسم، أنا مش عارف إزاي طول ده، إزاي عدد الكبسولات ده، إزاي حجم الإنتاجية دي. الراجل ده يعني في قمة سعادته، المزارع اللي زرع السمسم ده. إحنا واقفين في الدلتا في المنوفية، عندنا زرعة سمسم ممكن توصل ل6 و7 أرداب. المتوسط العام في مصر لا يزيد عن 3 أرداب. ده سمسم خارق. الحمد لله. حصل ازاي يا دكتور؟ بشكرك انت وفريق العمل، فريق جدعان، في مواصله رحله المتابعه بتاعتكم لينا وتتابع تجاربنا او تجاربنا الارشاديه لنشر الزراعه الحيويه على مستوى الجمهوريه. وانا ممكن اقول حاجه وجعاني كده يا دكتور قبل ما اتفضل. نكمل؟ يا جماعه احنا لما بنتحرك مع الدكتور محمد فتحي سالم، لان هو واحد من الناس اللي ربنا من بيهم على مصر. ده عالم كبير جدا، راجل استاذ زراعه حيويه، راجل متخصص، راجل معاه فرق علميه بتساعده داخل جامعه السادات، عامل مركبات كتيره جدا، ومئات المزارعين بل الاف المزارعين في كل محافظات مصر مؤمنين بالراجل ده. فكل ما بنجيب تقرير عن الانتاجيات اللي بتحقق من محاصيل الدكتور محمد فتحي سالم الحيويه، يعني ما فيش اي كيماوي فيها، يعني محاصيل تصديريه، محاصيل امن علينا في السوق المحلي، انا بتعرض لهجوم عجيب جدا. احنا بننقل صوت وصوره، المحصول قدامنا، والعالم الدكتور محمد فتحي سالم قدامنا. اي حد من علماء مصر عايز يعمل مناظره احنا جاهزين، والدكتور محمد فتحي سالم جاهز، وانا جاهز اسجلها واعلنها ببرنامج الجدعان. اتفضل يا دكتور، ايه حكايه السمسم الخارج ده؟ يشرفني يا محمد بيه. خليني اقول لك بدايه اهتمامنا بالسمسم جت ازاي. اما اقول لك ارقام صادمه لصانع القرار في مصر. هل تعلم ان مصر تستورد يا استاذ محمد سنويا ما يقرب من 2 مليار جنيه سمسم؟ صحيح. اما يجي اقول لحضرتك في سمسم كده، السمسم ده زرعه صيفيه. عندنا في المنوفيه احنا الزرعه الاساسيه عندنا في الصيف هي الذره. الذره الزراعه التقليديه يا محمد بيه بالاسمده الكيماويه تخسر المزارع من 3 ل 5000 جنيه. يعني ازرع ذره واخسر قيمه 5000 جنيه. طب البدايل، يروح لبطيخ لب الازازه، يروح لمحصول اقتصادي زي ده، واحنا محتاجينه، محتاجين شرط كبير او قصور كبير في المحاصيل الزيتيه. فما اقول لحضرتك ان صناعه الطحينه في مصر، صناعه زيت السمسم في مصر كلها مستورده. صحيح. 100% مستورده. ينفع احنا نستورد الطحينه مازال السودان، اريتريا، الصومال، اشقانا، كل حاجه، بس بكلمك على ارض مستصلحه في مصر، وادي النيل، ارض اهي. انت شوف المزارع ده هيحسب لك بورقه وقلم واحسن مني كمان، يقول لك السمسم ده عاد عليا من 20 ل 25 الف جنيه مكسب، فاحنا ضعف الانتاجيه. صحيح. فما اقول لحضرتك مصر عشان تكتفي ذاتيا من السمسم عايزين 270 الف فدان من اصل مساحه ذره بتتزرع في مصر ما يقرب من 3.8 مليون فدان. يعني لو خدت بس 300 الف فدان وبزرعها بالتقنيه دي عشان اجيب ضعف الانتاجيه. ما انا برضه مشكلتنا عندنا شورتش في الميه، عندنا مشكله جامده جدا في الميه. وما اقول لحضرتك احنا واحنا بنتكلم في دي، السمسم ده انا مسؤول عن النتائج دي، نسبه الزيت اللي فيه تتجاوز 60 ل 62%. لا المحلي كده 60%. المستورد من بره حاجه 40%، تتجاوز حاجه 40%. صحيح. احنا الضعف كمان الزيت، فده محصول اقتصادي لمصر. خلي بالكم، مصر بتستورد السمسم من إريتريا والسودان وأثيوبيا، والطن ب 22 ألف جنيه، ونسبة الزيت 48% بالكتير. أما طن السمسم المحلي فسعره 28 ألف جنيه، ونسبة الزيت فيه مش بتقل عن 60%. يعني زرعة السمسم ممكن تجيب للمزارع في 100 يوم 21 ولا 22 ألف جنيه في الفدان الواحد. نرجع لبيت القصيد بقى، وأنا بكلمك في مصر عندنا هنا 8 محاصيل استراتيجية، رقم 6 فيهم السمسم. فلما اقول لحضرتك احنا بنحاول نحل الفجوه الاقتصاديه، اما مصر بتستورد ب 2 مليار ويجي محمد فتحي والتيم العلمي اللي معاه، وحضرتك انت شفت التيم اللي معايا، المفروض حضرتك تقول ايه؟ انا مش بعمل ده كل حاجه لوحدي، انا معايا ماكرو من 16 واحد شغالين، وبنشتغل اكتر من 18 ساعه وبنلف مصر كلها. ده اتعمل ازاي؟ عايزين الناس تتعلم.
ده اتعمل ازاي؟ مزارعين الدلتا عندنا هنا ما عندهمش وعي بمفاهيم الزراعه الحيويه. يعني اعاده خصوبه الارض. لو جينا نعمل مع المزارع بتاعنا ده وقلنا له والله ده احنا عايزين نزرع سمسم عشان نجيب 3 ارداب، مش هيكمل معاك. صحيح. الفلاح ده يسمع كلامنا امتى؟ يوم ما يتجاوز 6 ارداب. هو دي بالنسبه للفلاحين. انا بحاول انشر الثقافه دي، ودايما اقول للمزارعين اعتبرونا احنا زكاه علم، احنا بنتحرك في مصر كلها جاست ننشر فكر الزراعه الحيويه بس، وتكسب كمان. اما ارجع بقى معاك لبيت القصيد، التربه دي لو مش خصبه مش هنوصل للانتاجيه دي. ايه اللي عملناه هنا؟ سمدنا الارض دي بجرعات مكثفه من نوفا بلس ما يقرب من 60 لتر الفدان. 60 لتر للفدان تمام، على 3 ريات. واما وصلت لكده وصلنا ده قبل الزراعه؟ لا، اثناء الزراعه. يعني خلينا الكيماوي. الفلاح شعبان هيقول لك انا عندي كيماوي من الجمعيه ب 12,000 جنيه، انا ما خدتوش، هيقول لك دلوقتي. لا، بقى معتمد على الاسمده الحيويه، ارخص له. خد بالك كمان نقطه، احنا مصرين ان احنا الاسمده الحيويه بتاعنا ارخص من الاسمده الكيماوي، ويجيب ضعف الاسمده الكيماويه. في معادله صعبه ان انا ارخص من الكيماوي واجيب ضعف الانتاجيه. تمام. وفما اجي اقول في الاخر مصر قادره، خليني اقول لك المعلومه دي صادمه للناس، خد الكلمه دي انا مسؤول عنها. مصر يا محمد بيه لو زرعت 1,000,000 فدان اورجانيك 36 مليار دولار. مصر تصدر صادرات زراعيه ب 36 مليار دولار. يا جدعان مصر مجانا. الدكتور محمد فتحي سالم مكتبه مفتوح 24 ساعة في المنوفية لاستقبال المزارعين وتقديم كل أوجه الدعم والإرشاد ليهم. يعني أسئلة أزرع إيه ودراسة الجدوى للمحصول ده إيه ومستلزماته الزراعية تيجي منين ومين هيشتري المحصول، كل ده إجابته موجودة. المهم يبقى معاك تحليل تربة ومية لأرضك، يعني نعمل اللي علينا ونسيب الباقي على ربنا. كلامنا النهارده ببرنامج الجدعان، ولكن خلوني قبل ما انهي حلقه النهارده اكلمكم عن امرين مهمين جدا. الاول في محافظه مطروح، قريه الحمام بيربط بينها وبين قريه الرويسات مصرف. هذا المصرف مسدود من ناحيه قريه الحمام، وبالتالي العديد من الأراضي غرقت في مياه الصرف. المطلوب من محافظة مطروح سرعة التحرك وصرف هذه المياه الراكدة في أراضي الأهالي في محافظة مطروح وتحديداً مركز الحمام. الأمر الثاني في محافظة البحيرة، قرية ماريوبلس لا يوجد بها أي خدمات صحية، أي خدمات تعليمية، أي خدمات أمنية. إذن هي قرية تعيش في القرن الماضي. يجب أن نهتم بهذه القرى المنتجة. قرية ماريوبلس تم تسليمها للأهالي أو لشباب الخريجين في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وحتى اليوم لم تصلها أي خدمات صحية أو أمنية أو تعليمية، وهو أمر مؤسف حقا. يجب أن ننتبه إلى هذه القرية الواقعة في شمال التحرير بمحافظة البحيرة. ده كان آخر كلامنا النهاردة برنامج الجدعان. انتظرونا غدا السبت الساعة 7 مساء على قناة القاهرة والناس 2 وبرنامجكم الجدعان. تشاهدون في حلقة السبت فريق الجدعان يرصد في جامعة السادات اكتمال منظومة تحديث المعامل الخاصة بالرقابة على الأعلاف ومكوناتها وسلامة الأغذية والكشف عن مرض السعار الخطير. فريق الجدعان يلتقي الدكتور أحمد محمد بيومي رئيس جامعة السادات، والذي يكشف مخطط إنشاء جامعة السادات الجديدة على مساحة 500 فدان بمدينة السادات. فريق الجدعان في مركز زراعة الأنسجة بمعهد الهندسة الوراثية في جامعة السادات، والذي ينتج أنسجة نحو 30 صنفاً من نباتات الزينة والخضر والفاكهة، ومنها الأناناس والدراجون فروت والبلاك بيري. فريق الجدعان يكشف تقديم كلية الطب البيطري بجامعة السادات لدورات مجانية للراغبين في إقامة مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي. فريق الجدعان شاهد على تنظيم مركز التطوير المهني بجامعة السادات لملتقى التوظيف الافتراضي لطلبة وخريجي الجامعة بحضور ممثلي 42 شركة خاصة.